بيكم في مطبخ سوزي. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض السجق الاسكندراني. معانا كيلو من السجق مقطعينه انصاف زي ما احنا شايفين، التقطيع دي حسب الرغبه. معانا قرنين فلفل حار، ومعانا بصلايه كبيره متقطعه مربعات، وطماطمتين برضو متقطعين مربعات، ومعانا معلقه كبيره من الصلصه، ومعلقه كبيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه نص معلقه فلفل او معلقه فلفل صغيره برضو. يلا بينا حبايبي على الطريقة نشوف هنعمل مع بعض ايه. معانا طاسة هنحطها على النار، اهم حاجة تكون الطاسة بتاعتنا سخنة. هنحط في معلقة من الزيت، هننزل بالسجق بتاعنا على الزيت. هنديله صدمة طبعا، ونديله لون حلو كده من ناحيتين. هنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد لون من ناحيتين، يبقى لونه حلو. هنشوف مع بعض كده الخطوات. هنقلب فيه زي ما احنا شايفين كده. هننزل بعد كده بمعلقة التوم، بمعلقة الكزبرة والثوم، بس بعد ما ياخد لون طبعا الأول، مش هننزل بيهم على طول. دلوقتي هننزل بمعلقة الثوم أو نص معلقة الثوم الكبيرة. الله على الريحة بقى، طلعت ريحتها جميلة جدا. دلوقتي هننزل بالكزبرة، معلقة الكزبرة الكبيرة. مش هننزل بالملح نهائي دلوقتي. هنديهم تقليبة كده لحد ما ريحة الثوم تطلع زي ما احنا شايفين كده. السجق ده بقى من الوجبات اللي احنا كلنا زي ما احنا عارفين بنحبها، هي والكبدة بتاعة العربيات بتبقى طعمها كده مميز وحلو. احنا هنعملها بنفس الطريقة. دلوقتي حبايبي هننزل بالخضار بتاعنا، الطماطم والبصل والفلفل الحار، دي حسب الرغبة. لو عايزينه فلفل عادي ممكن تحطوا براحتكم، بس هو الفلفل الحار بيدي طعم حلو كده. هنقلب الخضار مع السجق شوية مع بعض كده، بس مش عايزينه يدبل خالص، احنا عايزين يبقى فيه قرشة بسيطة. هنديهم تشويحة برضو على النار عالية، ما نوطيش النار يا جماعة. بعد كده هننزل ببقية المكونات. الفلفل الأسمر هننزل بيه ونقلبهم مع بعض، والملح طبعا. هنديهم تشويحة كده مع بعض كويس، عشان الخضار بتاعنا طبعا يحيق بالملح. الخضار طبعا مفيهوش ملح وعادم. دلوقتي هننزل معجون الصلصة عشان بقى يدينا لون حلو كده للسجق بتاعنا. نقلبهم كده مع بعض مع الصوص او السوائل اللي نزلت من السجق. هنديهم تشويحة كده مع بعض. دلوقتي معانا بقى السندوتشات. الأكلة دي ممكن تاكلوها مع مكرونة، ممكن تاكلوها مع رز، ممكن تعملوها سندوتشات كده مع حبة مخلل. تبقى حاجة كده جميلة من ايدينا الحلوين. بصوا بقى، املوا بقى السندوتش كده وعيشوا بقى الحياة كده مع بعض. طعم السندوتشات بجد بجد حاجة جميلة لما تعملي حاجتك بإيديكي. العيش احنا عاملين السجق برضو بإيدينا. كل حاجة في بيتنا بنعملها بتبقى طعمها ليه طعم كده مميز، بتبقى حاجة نظيفة. يا جماعة تعملوا حاجاتكم في بيتكم أفضل شيء. وبكده حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ أنا بحب أسمع آرائكم في الكومنتات، يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. يلا بقى اعملوا السندوتشات كده وعيشوا بقى كده، وألف هنا وشفا اللي يعمل. وبكده حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى طبعا الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ سوزي. وأقول لكم سلام، باي باي.